إذا ألقي في جهنم يجب أن يكون عنده أمل برحمة الله. هاي قضية الأمل جدا مهمة. الأفراد بسرعة يفقدون الأمل، ما يمكن. حتى إذا واحد الأطباء قالوا له بكرة تموت وماكو أمل، يجب أن لا يفقد أمله، لأن إرادة الله تعالى فوق كل شيء. يقول أنا كنت أفكر في نافذة للنجاة، وخطر ببالي أن أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببركة جعفر الطيار، أخ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، المدفون في الأردن، الآن قبره في الأردن، ويزار ويطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء الحاجات عند قبره. يقول فذهبت بعيد حتى واحد لا يشغلني، وأخذت أصلي صلاة جعفر الطيار. طبعا هذه صلاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي علمها لجعفر الطيار، وهذه الصلاة واردة في كتب الشيعة وفي كتب الآخرين أيضا، لا يختص بها الشيعة فقط. الصلاة طويلة نوعا ما، 4 ركعات بكيفية معينة، فأخذت أصلي وألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ببركة جعفر وببركة صلاة جعفر. يقول أنا كنت على وشك الانتهاء وإذا بشخص يناديني يا فلان أسرع. يقول فالتفت بعدما أنهيت صلاتي، التفت وإذا كل الركاب جلسوا في السيارة والسيارة مهيئة للانطلاق. فجئت رأيت كلهم قاعدين في مكانهم، قلت له ما الذي حدث؟ والسيارة التي نفد وقودها، البنزين كان منتهي، جاهزة للانطلاق. قلت ما الذي حدث؟ قالوا إن فارسا جاء وأطعمنا وأروانا وقال هذه هي طريق مكة المكرمة، ثم قال لنا لا تنسوا السيد، فناديناك حتى تلتحق ونذهب. من كان هذا الفارس المنقذ؟ لعله كان بقية الله في أرضه، الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هنالك قضية أخرى، القضية مطولة، قضية الشيخ حبيب الله القلبايقاني. لا أريد أن أذكر القضية الآن. حينما مرض والتجأ إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وفجأة رأى نفسه في عالم آخر، مو في عالم المنام، في عالم اليقظة، لكن تغير في العالم، نقلة من عالم إلى عالم آخر. وإذا به جالس بجنب الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإمام الرضا أعطاه طاقة ورد، يقول أخذت هذه الطاقة بيدي، ثم فجأة شعرت بأني انتقلت من العالم الجديد إلى عالمي القديم في عالم اليقظة. الوردة ما كانت بيدي في العالم الجديد. على أثر هذه القضية عندما انتقلت إلى العالم الجديد شعرت أن لا يوجد أثر لألم ولا لمرض، كان في المستشفى وساءت حالته.
شاهدي في هذه الكلمة أنه بعد هذه القضية يده تحولت إلى شفاء. أي واحد كان يتمرض كان يروح عنده كان يضع يده على مكان الألم فكان يشفى بإذن الله. هذا مجمل القضية، تفصيلها إن شاء الله نذكره في مكان آخر. أنا رأيت قبل فترة أحد الشيوخ المعمرين الطاعنين في العمر في مشهد المشرفة نقل لي هذه القضية. قال أنا كنت أعاني آلام في رجلي في أيام شبابي، وكلما راجعت الأطباء العلاج ما فات. العلاج مو بيد الطبيب، هذا القرص الذي يعطيه الطبيب يستأذن الله تعالى في شفاء المريض، إذا الله ما إذن لا يشفى. ربما الطبيب ما إله تقصير في القضية. يقول كلما ذهبت إلى الأطباء لم يؤثر. أكون مثل هؤلاء الأفراد الآن. الدنيا لا تخلو عادة من أولياء الله سبحانه، لكن واحد يجب أن يبحث عنه. أكو الآن واحد يده شفاء، عادة الكرة الأرضية لا تخلو، لكن ابحثوا عنه. يقول أظن نقل لي أنه 6 أشهر كنت أراجع الأطباء بلا جدوى. في يوم من الأيام نقل لي أن الشيخ حبيب الله القلبايقاني يده شفاء، فذهبت إليه ورأيته وشكوت له حالتي، فوضع يده على مكان الألم وقرأ هذا الدعاء. لعلي أقرأه بالمضمون لأنه حدثني بها بالقضية منذ أمد بعيد. قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا مالك الضر. من هو مالك الضر؟ الله تعالى. يا مالك الضر اكشف عنه الضر وحوله، يعني الضر، إلى من يعبد إلها غيرك يا إله العالمين. هذه اليد التي وضعها وهذه الكلمات التي نطق بها كان فيها بإذن الله سبحانه وتعالى شفائي. هذه القضايا إذا نقول بعشرات الألوف، إذا نقول بمئات الألوف، لا نبالغ في ذلك. الذين لجأوا إلى أولياء الله سبحانه وتعالى رأوا التأثير ورأوا الإجابة ورأوا أن استشفاعهم بأولياء الله سبحانه وتعالى أثر أثرا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.